السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لقينا مرتضى منصور طالع قبل الماتش بيومين يقول إيه لمحمود الخطيب: فكك من المنشطات والأعمال وتعالى لي، تعالى لي راجل لراجل. راجل لراجل دي على أساس إن هو يعني ماتش ملاكمة، مش ماتش كورة، تمام. فاستغربت جدا يعني من الموقف ومن من الدماغ الغريبة جدًا دي. يعني إحنا مثلًا لو هنتكلم عن المنشطات فهي لسه ظاهرة عندنا إحنا في عبد الله جمعة وأحمد أبو الفتوح على إيدك أنت، وأنت اللي فضحتهم وأنت اللي قُلت عليهم. لو هنتكلم عن الأعمال وكده، يعني أخلاق واحد زي محمود الخطيب ما تصدقش جدًا إن هو يقول أعمال ومش أعمال وكده. يعني أنا اللي بيغيظني إن أنت بتطلع تقعد تتكلم ياما ياما وتقعد تشتم فيه وهات الساعات يا خطيب والكلام العبيط ده كله، وهو حتى يعني ما بيطلعش يعقب على مش يرد على كلامك، يلمح على كلامك حتى. يعني أنا بشوفه ما بيطلعش يتكلم عنك ولا كلمة، فبحس إن أنت بتهين نفسك جامد يعني. ونيجي للموضوع التاني، خالد الغندور. خالد الغندور بعد ماتش الأهلي والأداء اللي قدمه محمود كهربا، الأداء الجميل، أنت واقف اللاعب ماشي وليك غرامة، تمام، مفيش مشكلة. يعني أنت ليك غرامة، تمام، وحقك تاخدها، حقك تاخدها، مفيش مشكلة. امشي قانوني، يعني مش شرط تطلع تهيص وتهلل. وكهربا لعب وراح للعيبة وباس العلم والكلام. يعني المفروض انت راجل كابتن من كباتن نادي الزمالك ما تعملش الكلام ده. يعني انا بشوفك في برنامج سيف زاهر بتطلع بتبقى محايد والدنيا جميلة خالص، وبستغرب جدا لما بشوفك على قناة الزمالك. بحس ان انت اتغيرت 150 درجة، احس ان انت بقيت واحد تاني خالص. طب ليه ما تبقاش نفس الشخصية في الحالتين؟ ليه ما يبقاش اللي على قناة الزمالك محايد واللي على قناة الاهلي برضه محايد؟ يعني انت شجع الاهلي او شجع الزمالك بس تبقى محايد، يعني مش شرط ان انت تبقى 180 درجة زمالك، ما هي مش كده يعني. يعني حاجة غريبة خالص، حاجة صعبة، حاجة بتبين قد ايه احنا عقليتنا ضعيفة خالص. نيجي بقى للموضوع اللي هو اليومين دولت منتشر بتاع أسامة حسن، اللي هو لاعب الزمالك السابق، اللي وهو بينصح لعيبة الزمالك لماتش القمة قال حاجة غريبة خالص. قال أنا عايز أشوف لعيبة الأهلي في الملعب. يعني التصريح ده بصراحة المفروض ما يطلعش من، مش هقول لك من مشجع، يعني ما يطلعش غير من مشجع النادي الأهلي. أنا شايف إن هو ما يطلعش غير من مشجع النادي الأهلي. السلام عليكم.